حاول المواد اللي انت ضعيف فيها قوي، ماده 2 3. الشهر اللي قبل رمضان دول لو اخدت 3 مواد بس، كل ماده 10 ايام، بذلت اقصى ما عندك وما نمتش وتحملت الشهر ده، هيفرق معاك جدا جدا طول السنه بعدين. لازم من دلوقتي لاخر السنه تبقى عندك بلين واضحه للاربع شهور الجايين، ما تسيبهمش يعدوا. وطبعا الخطه طويله المدى، مش بنكتب كل يوم النهارده ذاكر كذا وبكره ذاكر كذا ال 120 يوم الجايين، لا. احنا نعمل خطه كل شهر المفروض اخلص ايه، كل شهر المفروض اخلص ايه، شهر 2 3 4 5، الاربع شهور الجايين كل شهر انت المفروض هتعمل فيهم ايه. دلوقتي هكلمكم بدور الاخت الطيبه، ويلا هاتوا ورقه وقلم واكتبوا ورايا الكلام اللي هقوله ده. ان شاء الله لو عملتوا الحاجات دي مستواك هيفرق جدا جدا ويعلى جدا جدا، وان شاء الله هيجيبوا اعلى من 90% في اخر السنه. اهلا بيكم ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم سوا عن ازاي نلم الدنيا ونلم التراكمات ونظبط الاربع شهور الجايين قبل رمضان ان شاء الله. طبعا انتوا اللي مختارين محتوى الفيديو بتاع النهارده، نزلت لكم 3 موضوعات مختلفه وقلت لكم تحبوا نبدا بايه، واكتر حاجه بالتصويت ان احنا ازاي نظبط الدنيا في الشهر اللي قبل رمضان. وطبعا ده محتوى فيديو النهارده. ولكن قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان عاوزين نوصل 10000 مشترك. انا بجد عايزه اوصل 10000 مشترك. ويلا نبدا الفيديو. واصح ما تنساش تعمل شير كده للفيديو وتشيره لاصحابك عشان يستفيدوا من الفيديو بتاع النهارده. ويلا نبدا. اول حاجه هنتكلم عنها في فيديو النهارده وهي حاله التشتت والخوف اللي عندكم. انتوا الفتره دي مثلا حاسين ان انتوا مشتتين خايفين. طب افرض درجات الشوامل اللي بجيبها دلوقتي فضلت لاخر السنه وهي دي درجات اخر السنه، عدى 6 شهور ولسه الموضوع ما تحسنش. طب والتراكمات اللي عندي، افرض فضل عندي تراكمات لحد اخر السنه برضو ما عادش غير 4 شهور. طب اهتم بالجديد واسيب القديم يتراكم، ولا اهتم بالقديم والجديد يتراكم؟ طب اعمل ايه؟ عارفه ان كل الحاجات دي في دماغكم وخايفين برضو. افرض ما جبتش مجموع، افرض فضلت اذاكر وما اعرفش ايه، طب لو ما جبتش مجموع هعمل ايه؟ بتفكروا في النتيجه من دلوقتي. كل ده طبيعي وكل ده احنا مرينا بيه، بس من خلال تجربتي واللي مريت بيه احب اقول لكم ما تفكروش في اي حاجه من دي، لانها ليس لا دليل من صح. يعني مثلا درجات الشهامه اللي انتوا بتفكروا فيها دلوقتي هتجيبوها اخر السنه، فلا. درجات امتحانات اخر السنه مش بتبقى على درجات الشوامل، مش مقياس خالص. درجات اخر السنه بتبقى عباره عن تعبك طول السنه، على البذل اللي عملته انك تشوف المعلومه وتذاكرها وتحفظها وسهرك وتعبك. كل ده اللي بيكون درجته في الامتحان، مش ان انت بتحل شامل وحش او مش عارف تذاكر فانت خلاص درجات الشوامل دي هتجيبها اخر السنه. والله مش كده خالص. درجات اخر السنه بتبقى تعبك ومجهودك اللي انت بتعمله طول السنه. ربنا ما بيضيعش تعب حد. فصدقني درجات الشوامل دي ما هي الا انها بتزود مستواك وبتحسن مستواك افضل. يعني انت مثلا دلوقتي غلطت 4 اسئله، الاربع اسئله دول انا متاكده ان شاء الله لو جولك اخر السنه انت مش هتغلط فيهم. ما هو ممكن سؤال من اللي غلطت فيه ده كان جالك اخر السنه. انت لو جالك اخر السنه وانت ما غلطتش فيه دلوقتي او ما شفتوش، فانت طبيعي هتغلط في اخر السنه. انما دلوقتي السؤال انت غلطت فيه فانت ان شاء الله عرفت فكرته، لو جالك زيه او فكره مشابهه ليه انت تعرف تحلها. فما تفضلش تعيط وتبكي على درجات الشوامل، ومش مقياس. مش مقياس اللي ما بيقفلش شوامل مش هيقفل اخر السنه، ومش مقياس اللي بيقفل شوامل هيقفل اخر السنه. مش كده خالص. كل الحكايه توفيق من ربنا. اول حاجه عاوزه اتكلم في نقطه مهمه جدا، وهي ان انت مثلا دلوقتي عندك تراكمات كتيره جدا، ما بداتش اصلا منهج ثانويه عامه وما عادش غير 4 شهور، فشايف ان الوضع مستحيل انك تلم المنهج ومثلا بتفكر تاجل السنه. فدلوقتي طبعا اللي بدأ من اول السنه، وربنا مش هيزود باللي بدأ من اول السنه، ده اللي بادئين بقالهم 6 شهور ودلوقتي ما عادش غير 4 شهور، فانت مش هتعرف تلم المنهج. والكلام اللي بيجي في دماغنا ده كله، عاوزه اقول لك ان والله العظيم والله العظيم يمين اتحاسب عليه قدام ربنا. الاربع شهور الجايين لو قفلت على نفسك وعملت الكلام اللي هقوله لك في الفيديو بتاع النهارده، والله ان شاء الله هتعدي 90%. طبعا حد بيسمع الكلام ده دلوقتي حد يذاكر 4 شهور ويعدي 90%؟ ما انا اقول لك هي مش مساله وقت. منهج ثانويه عامه مش باللي بدا الاول واللي بدا متاخر، ولا اللي معرفش عمل ايه، واللي حل 2000 كتاب في الماده الفلانيه، واللي كان ما معرفش. لا، المساله رقم واحد توفيق من ربنا. ربنا لو وفقك وعمل، لو بذلت اقصى ما عندك في الاسبوع اللي قبل الامتحان، بس مش معنى كده انك هتروح تذاكر في الاسبوع اللي قبل الامتحان، بس لو بذلت اقصى ما عندك وندمت دلوقتي ان على الشهور اللي عدت وان انت عايز تتغير وتبدا صفحه جديده مع ربنا وتصلح علاقتك بربنا، رقم واحد تصلح علاقتك بربنا، وخلاص عزمت النية انك تذاكر لثانوية عامة، فوالله العظيم ان شاء الله تجيب مجموع في ثانوية عامة. اصل هم كلهم 4 شهور، انت لو ما جتش على نفسك ال4 شهور دول واتحملت عشان مستقبلك هتعمل ايه؟
هتعيش باقي حياتك في ندم وحسره انك ما ذاكرتش الاربع شهور دول، وانك استهترت بيهم، وانك مثلا لو كنت بدات الاربع شهور دول وذاكرت بجد كنت ممكن تجيب مجموع. انما انت طالما استهترت وان انت مثلا ده 4 شهور هلحق اعمل فيهم ايه، وقعدت تبكي على اللبن المسكوب اللي انت ضيعت ال6 شهور اللي فاتوا، فانت تفضل واقف مكانك. وبعد ثانويه عامه زمايلك هيجيبوا مجموع ويكونوا فرحانين ويفرحوا اهلهم، وانت قاعد تعيط واهلك قاعدين زعلانين، واللي بيجيلكوا خلاص بقى حصل خير. ثانويه عامه مش نهايه العالم، مش نهايه الكوكب، بس هي صدقني هي نهايه العالم ونهايه الكوكب في الوقت ده بالنسبه لك، لان ده اول هدف واول حلم انت حطيته لنفسك وما عرفتش تحققه. وعشان تحط هدف تاني ليك بعد ثانويه عامه صعبه جدا. صدقني سيبك اللي هو احنا بنبارك لكم كلكم وانكم شاطرين كلكم، بس صدقني المدرسين اصلا لما بييجوا يباركوا لحد بيباركوا الاوائل، بيباركوا اللي جاب مجموع كويس، مش معنى اللي الباقي فاشل. ولكن في اللحظه دي انت انتصرت، انت بجد دخلت معركة وحرب وطلعت سليم منها وناجح وفرح وفرحان ومفرح اهلك وحققت حلمك وحققت اول هدف ليك في الحياة. بعدها لو ما حققتوش مش هتعرف تعمل موفن، ومش هتعرف تحط هدف جديد. ولو حطيت هدف جديد اول هدف هتحطه هيبقى صعب، ويبقى عندك دايما حته الشك. طب افرض انا فشلت، ده انا فشلت في اول حاجه حطيتها في حياتي، طب افرض ما حققتش اللي انا عاوزه. صدقني كل الكلام ده هيجي في دماغك وهتندم جدا جدا لو ما استغلتش ال4 شهور الجايين دول. انا عارفه ان دلوقتي هشد عليك في الكلام او ان انا شديت عليك في الكلام، بس صدقني انا عاوزه مصلحتك. انا بكلمكم زي اختكم الكبيره والله، وعايزه مصلحتكم وعاوزاكم تكونوا كويسين، مش عاوزاكم تندموا ولا تمروا بتجربه وحشه في ثانويه عامه. ثانويه عامه مش نهايه العالم وكل الكلام ده، بس صدقني صعبه انك ما تجيبش مجموع، صعبه انك ما تفرحش اهلك. طب اهلك دول ذنبهم ان هم ما يشوفكش جايب مجموع؟ اهلك ذنبهم ايه يفضلوا كل الناس جيرانكوا او قرايبكوا جايبين مجموع كويس وانت مش جايب مجموع كويس؟ انت قاعد مثلا يعني جايب مجموع وحش، اهلك يبقى ودعهم دلوقتي اي كليه تدخلها وخلاص، بدل ما يبقوا فرحانين وابنهم ورفعت راسهم وفرحتهم. وصدقني فرحه ثانويه عامه دي مش زي اي فرحه بعدين، حتى لو جبت امتيازات في الكليه مش هتبقى زي فرحه ثانويه عامه واهلك بيستنوه. طب هيبقى ايه؟ دكتور، مهندس، مترجم، اي يعني الكليه اللي انت عايزها. ومش شرط على فكره الكليه اللي انت عاوزها تبقى طب وهندسه، لا، الكليه اللي انت عايزها اي حاجه، اي كليه انت عاوزها وبتسعى ليها، ده حلم وده هدف، ودي الحاجه الوحيده اللي هتفرحك وتفرح اهلك. الكليات مش بالقمه، اي حد يقولك الكليه دي قمه والكليه دي معرفش ايه، مجتمع عقيم هو اللي محدد الحاجات دي. ولكن مفيش كليه قمه، الكليه اللي انت عايزها هي الكليه القمه، وهي الكليه اللي تنجح فيها وهتبقى احسن واحد فيها. فحط هدفك من دلوقتي وغير حياتك، غير حياتك في ال4 شهور الجايين دول. ال4 شهور الجايين دول اقسم بالله قادرين يغيروا حياتك ومستواك في ثانويه عامه تماما، وتحقق حلمك وتحقق مستوى وتحقق حلمك وتحقق كل اللي بتحلم بيه. ودلوقتي هنتكلم هتعمل ايه في الشهر اللي قبل رمضان ان شاء الله، وازاي اصلا تستغل ال4 شهور الجايين دول وتحط خطه ل4 شهور الجايين، مش بس لمجرد شهر 2 او لشهر رمضان. دلوقتي هنتفق سوا ازاي نعمل خطه لكل الشهور الجايه ان شاء الله وتطلع باحسن نتيجه. تابعوا الفيديو للاخر. دلوقتي هكلمكم بدور الاخت الطيبه، ويلا هاتوا ورقه وقلم واكتبوا ورايا الكلام اللي هقوله ده. ان شاء الله لو عملتوا الحاجات دي مستواكم هيفرق جدا جدا ويعلى جدا جدا، وان شاء الله هيجيبوا اعلى من 90% في اخر السنه. اول حاجه دلوقتي هتجيبوا ورقه وقلم، هتمسكوا ماده عندكم، عربي، انجليش، فيزياء، كيمياء، احياء، جيولوجيا، كل المواد اللي عندكم، وتكتبوا التراكمات بتاعتكم فيها. مثلا عندكم 5 محاضرات متراكمين في العربي، 10 محاضرات متراكمين في العربي. مثلا الفيزياء عندكم مثلا، بلاش ارجوكم في الفيزياء والكيمياء والاحياء والجيولوجيا المواد العلميه دي تكتبوا مثلا ان انتوا عندكم كام محاضره، لا ما تقسموهاش محاضرات، مشوها دروس، الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث. شغل المحاضرات ده وان انا عندي محاضره حل ومحاضره شرح والدرس الاول مشروع في 4 محاضرات، الكلام ده كله هتحسسك ان انت مثلا اكبر من عدد دروس، فهم اكبر من هم. انما لو مشيناها دروس فالموضوع هيبقى اسهل، وان انت مجبر تخلص الدرس ده النهارده وما ينفعش تسيب الشرح بتاعه ولا تسقط محاضره منه. فطبعا اول حاجه هنكتب التراكمات بتاعتنا في كل ماده، ولكن التراكمات بتاعتنا مش لازم تكون شرح، او مثلا ان انت ما سمعش الدرس التاني مثلا في الفيزياء فانا محتاج ان انا اسمعه. انت ممكن تكون مثلا ما حلتش على الفصل التاني في الفيزياء كويس، ما حلتش على الدرس التالت في الفصل التالت كيمياء كويس، فانت تكتب الحاجات دي. انا مثلا محتاجه اذاكر على المسائل في الباب التاني في الكيمياء، محتاجه اذاكر المغناطيسيه في الفيزياء، محتاج مثلا نذاكر على الوحده الخامسه في النحو. فاهمين؟ كل حاجه تكتب كده. محتاج اسمع لها شرح او محتاج ان انا احل عليها اكتر. حليت مثلا عليها بس حاسه ان انا مش احسن حاجه، هتسمع لها شرح.
ما تروحش تسمع اي حاجه كده ان انا متراكم عليا كذا وكذا وكذا ومتراكم بس عليك ان انت ما حلتش في الدرس ده، ما انت تروح تضيع وقتك وتسمع شرح وحل. انت لو سمعت الشرح فتكتب بس الحل انك محتاج تحل عليه. ده رقم واحد. رقم 2، هتحط ديدلاين لكل مادة. عندك مثلا في العربي 7 محاضرات متراكمين، فانت هتكتب مثلا اللغة العربية 7 محاضرات مثلا هذاكرهم في اسبوع، كل يوم محاضرة مع الجديد طبعا اللي بينزل. لو في مادة تانية عايز تحطها معاه اوكي، ولكن حد يجي يقول لي ده كل محاضرة معرفش 4 ساعات وانا هخلصهم ازاي في اسبوع مع الجديد، ما انت لازم تضغط نفسك. ما انت فوقهم 4 شهور والمعركة تخلص وكل حاجة تخلص وترمي السيوف وكل حاجة، فانت ال4 شهور دول لازم تجيب اقصى ما عندك عشان ما تندمش. لسه قايله لكم من دقيقتين فاتوا. فانت ان شاء الله تضغط نفسك وتتحمل غصب عنك. تعالى على صحتك وتعالى على نومك وتعالى مثلا سيب مرحله اهلك، مالكش دعوه باهلك، سيب كل حاجه. ما تروحش بقى تقولي زياره ويك اند عند تيتا ولازم نروح، لا. اصل معرفش عمي جاي لنا من السعوديه بقاله سنتين ما شفتوش فانا لازم اروح اقعد معاه النهارده، لا. اي حاجه تلهيك عن ثانويه عامه او مذاكرتك ومصلحتك لا. ال4 شهور دول انت وكتبك بس. فانت كل ماده عندك تكتب التراكمات فيها وتحط لها ديدلاين معين تخلصها فيه. عندك مثلا الفيزياء ال3 فصول لسه ما تعرفش فيهم حاجه ب 12 درس، هتقسمهم مثلا على اسبوعين 14 يوم. هتبقى مثلا هم مثلا كل يوم درس، وفي يومين مثلا لو ما حلتش على الدرس الفلاني ما عرفش وقع منك جزء معين تبقى تراجع عليه فيه اي حاجه من الكلام ده. ولكن اضغط نفسك وذاكر. انا والله كنت بمسك الفصل في يوم، يعني الحمد لله كنت بضغط نفسي بموت نفسي الفصل ده النهارده هيخلص يعني هيخلص، كنت بخلص. كنت مثلا لو باخد جديد فالجديد مش بيبقى كتير بالكم بتاعي المتراكم، فانا كنت بمسك القديم الاول، ولو اتراكم مثلا عليا محاضره واحده خلاص قبل المحاضره الجايه ان شاء الله هكون مخلصاها، مش هراكم 2 و3 وابدا اراكم، لا. انا كنت بخلص القديم اللي انا عاوزه اخلصه. يعني مثلا عندي الفصل الاول في الاحياء لازم يخلص له الدم والحركه، فانا كنت بذاكره كله النهارده الدرسين، ولو في وقت بقى للجديد ممكن اسمعه، مفيش وقت خلاص قبل المحاضره الجايه كنت بقوم سامعاه، ولكن مش براكم جديد. حاول في الشهر اللي قبل رمضان ده تلم اغلب التراكمات اللي عندك في اصعب المواد. يعني انت مثلا شايف الفيزياء مقفله معاك او الانجليش مقفل معاك وماده صعبه، فانت قبل رمضان شوف مثلا 3 4 فصول فيزياء دول خلصهم. حتى لو هتمسك مادتين بس تجيب اقصى ما عندك فيهم وتخلص المادتين دول قبل شهر رمضان، لان بعد شهر رمضان خلاص بدأنا مراجعة نهائية وخلصنا الترم الأول والترم التاني والمدرسين بيجروا وخلاص هتلاقي نفسك في الامتحان. فانت حاول المواد اللي انت ضعيف فيها قوي مادة 2 3 الشهر اللي قبل رمضان دول لو اخدت 3 مواد بس كل مادة 10 ايام بذلت اقصى ما عندك وما نمتش وتحملت الشهر ده هيفرق معاك جدا جدا طول السنة بعدين. عشان شهر رمضان المذاكرة فيه مش بتبقى يعني ألطف حاجة، بنبقى مهتمين بالعبادات. هو هتنسى العبادات في رمضان طبعا، هنبقى ننزل لكم فيديو عن شهر رمضان، ولكن بتبقى مثلا زيارات، معرفش مين المعزوم عندنا، احنا عازمين مين، بتبقى مثلا طاقتنا مش ألطف حاجة، طاقتنا مش أحسن حاجة، بنبقى مثلا فاهمين انتوا في رمضان بقى. فعشان كده لازم تحول المواد اللي انت ضعيف فيها جدا تخلصها قبل رمضان التراكمات اللي فيها. لازم من دلوقتي لاخر السنه تبقى عندك بلين واضحه لل4 شهور الجايين، ما تسيبهمش يعدوا. وطبعا الخطه طويله المدى مش بنكتب كل يوم النهارده اذاكر كذا وبكره اذاكر كذا ال120 يوم الجايين، لا. احنا نعمل خطه كل شهر المفروض اخلص ايه، كل شهر المفروض اخلص ايه، شهر 2 3 4 5 ال4 شهور الجايين كل شهر انت المفروض هتعمل فيهم ايه. وطبعا الترم التاني لما بنيجي نذاكر مع المدرسين الاونلاين او السنتر مش بنبقى ماشيين معاهم واحده واحده، لان هم برضو مش بيكونوا بيكون براحتهم، برضو هم مش بيكونوا بيجروا قوي، بس هم بيكونوا بيجروا على الترم الاول عشان الترم التاني اقل، ولكن بتأخروا. يعني ممكن في واحد يقول لك هنخلي شهر واحد مراجعة، شهر واحد اللي هو شهر 5 مثلا، قصدي شهر او مثلا شهر ونص بس. انت حاول تخلص المنهج الترم التاني قبل ما المدرسين يخلصوه، سواء بقى تسمع يوتيوب مثلا شرح قديم بتاع السنة اللي فاتت، تسمع مراجعة نهائية على المنهج كله. كل الكلام ده لازم تعمله لوحدك، هيفرق في مستواك جدا جدا، سواء مثلا لما تيجي تاخده في الترم التاني في الميعاد المناسب اللي المدرسين هينزلوه فيه او في المراجعه النهائيه. انا في الترم التاني ما كنتش ماشيه مع المدرسين واحده واحده، اللي هو الدرس ده هينزل النهارده فاذاكره النهارده او الكلام ده. انا كنت مخلصه الترم التاني قبل اصلا ما يبداوا مراجعه نهائيه. وطبعا ده مش معناه ان انا ما كانش عندي تراكمات، انا كان عندي تراكمات كتيره جدا وبجيب قديم مع جديد، وكان عندي تراكمات لبعد رمضان. انا يوم العيد كنت بذاكر اصلا محاضرات مستر رضا الفاروق في العربي، فكان عندي محاضرات كتيره وحاجات كتيره متراكمه. بس حاولت اضغط نفسي ال4 شهور الجايين دول جدا، ودول اللي فرقوا
ويحسنوا مستواي جدا، لان عملت بلين كويسه. مثلا يوم 20/2 هكون مخلصه الترم الاول كله. احنا هنكون بدأنا في الترم التاني بس انا هكون مخلصاه عشان كان عندي حاجات متراكمه. وفي شهر 2 ده المحاضرات الجديده اللي نزلت هذاكرها كلها. شهر 3 مثلا على اخره هكون مخلص كل الترم التاني. هضغط نفسي اخلص الترم التاني كله، هسمع يوتيوب، هسمع مراجعات نهائيه، هسمع شرح قديم عشان اخلص الترم التاني. وطبعا مع المحاضرات الجديده اللي المدرسين بينزلوها. شهر 3 و4، شهر 3 ده انا هاخده مثلا هعمل بيه مراجعه نهائيه جوله رقم 1. شهر 4 هاخده مراجعة نهائية جولة رقم 1، اخلص المنهج كله في ال30 يوم دول. هراجع على المواد كلهم مراجعة سريعة، احل كتاب واحد مثلا في الشهر ده كله في كل مادة. شهر بقى اللي قبل الامتحانات هبدأ اركز اكتر بقى، مراجعة نهائية فوق المراجعة النهائية. وطبعا المدرسين بيراجعوا مرة واحدة مراجعة نهائية، هتكون انت راجعت مرتين في شهر 4 وفي شهر 5. صدقني حاسه ان انا حاجات كتير، بس ان شاء الله تكونوا فاهمين. ولو ما فهمتوش برضو هرجع اقول لكم الكلام ده تاني في فيديوز بقى ازاي تراجعوا المراجعه النهائيه وكده. ولكن انت تحاول تسبق على المدرسين بتوع الترم التاني. لازم تخلص المنهج قبل ما هم يشرحوه. بس طبعا انت هتشرح بقى وسمع وشرح، حتى لو ما فهمتوش قوي او مثلا مش لازم تتقنه جدا، ولكن تكون واخد نبذه سريعه، فكره سريعه، عارف اغلب المحتويات بتاعه الدروس بتتكلم عن ايه. دلوقتي هقول لك اخر نصيحه في الفيديو، اهم نصيحه في الفيديو كله، وهي راجع علاقتك بربنا. صلح علاقتك بربنا. بتصلي؟ طب الصلاه اللي بتصليها دي راضي عن نفسك وانت بتصليها؟ دي الصلاه اللي ربنا سبحانه وتعالى يستحقها منك انت، ولا بتصلي كروات عشان تلحق الدرس وتلحق تذاكر وتلحق تخلص معرفش ايه؟ تصدقني انت محتاج ربنا جدا جدا الفتره دي. انت لو ما رجعتش لربنا الفتره دي هترجع له امتى؟ انت دلوقتي تايه ومشتت ومش عارف تعمل ايه، وفي اخر الطريق اللي يحدد مستقبلك. وحرفيا ما فيش في ايدك حاجه تعملها. انت لو ما رجعتلوش دلوقتي ترجع له امتى؟ يعني انا مش متخيله ان انت دلوقتي مثلا محتاج ربنا يخليك تجيب مجموع وتفرح اهلك وتحقق حلمك، وانت اصلا علاقتك بربنا مش كويسه، ما بتصليش، او مثلا بتعمل ذنوب. انت حتى لو بتعمل ذنوب صلي. الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. انت صلي وان شاء الله ربنا يبعد عنك الذنوب دي. وما تخليش الشيطان يجي يقول لك اصل انت بتعمل الذنب الفلاني، اصل انت بتعمل ما اعرفش ايه وربنا مش هيتقبل منك. لا، ارجع لربنا، ربنا هيتقبل منك مهما تعمل. ربنا ارحم بينا من امنا وابونا واهلنا. مهما تعمل ربنا يغفر لنا ذنوبنا. ارجع لربنا، ارجع صلي، ارجع اندم على الفتره اللي فاتت دي كلها وقول يا رب محتاجك دلوقتي. يا رب انا مش عارفه اعمل ايه، انا تايه من غيرك يا رب، انا مش عارفه اجيب مجموع، انا مهما ذاكرت يا رب جهدي واجتهادي اللي بعمله ده بدون توفيقك صفر. انت لو من غير توفيق ربنا انت مش هتوصل لحاجه، انت تفضل واقف مكانك. كل اللي بيوصل وبيجيب مجموع اخر السنه ده بسبب توفيق ربنا بس، مش بسبب ان هو ذاكر وحل 2000 كتاب و3000 ما اعرفش مذكره مستر وما اعرفش حل السؤال الفلاني لا، هو توفيق من ربنا. انت ممكن مثلا في سؤال تحتار فيه في الامتحان اخر السنه ومتبقاش عارف اجابته، ولكن انت علاقتك بربنا كويسه، بتصلي قيام ليل، بتقرا قران لو صفحه واحده قران كل يوم، ربنا يخليك تختار الاجابه الصح. تختار الاجابه الصح حتى وانت مش عارف انت اخترتها ليه، بس انا بتهبط فانت هبطت الاجابه الصح عشان ربنا عايزك توفقك وعايزك تجيب المجموع الكويس. فصدقني ارجع لربنا، احنا في ايام كويسه، شهر شعبان الذي ترفع فيها الاعمال الى الله. فحاول تصلي تصوم. الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كان بيقول احب ان ارفع ترفع اعمالي وانا صائم. فانت حاول تصوم، ما تصوموش كله بس اليوم اللي تقدر تصومه، لو اثنين وخميس جرب تصوم، حاول تصوم. حاول تصلي الصلاة في ميعادها. ارجع لربنا. ما فيش حد، ما فيش مهما اقول لك نصايح ومهما اقول لك اعمل وسوي وحد تاني يقول لك اعمل وما اعرفش ده جايب مجموعه عشان كان بيعمل كده، طول ما علاقتك بربنا مش كويسه او مش بتسعى انك ترضي ربنا رقم واحد ونيتك لله، فصدقني كل اللي بتعمله ده هباء منثورا ولا ليه اي لازمه. وراجع حساباتك تاني مع ربنا وارجع صلي وحاول تبقى كويس. ان شاء الله ربنا يوفقكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، وهدعي لكم كتير ان شاء الله الفتره الجايه. مع السلامه. ولو عندكم محتوى او فكره اي فيديو عايزين نعمله لكم الفتره الجايه اكتبوا لي في الكومنتات ان شاء الله، وهقرا كل كومنتاتكم وهرد عليها كلها ان شاء الله. ومع السلامه.